يشوب المفاوضات الهادفة إلى تحرير العسكريين المخطوفين الغموض والصعوبة في آن، إذ لم تصل إلى نتائج إيجابية لهذه الساعة. وبحسب المعطيات فإن العملية معقدة، والجانب القطري وهو الوحيد الذي دخل على خط المفاوضات بواسطة شخص غير قطري لم يتمكن من إقناع الجهات الخاطفة بالتنازل أو تخفيف الشروط، وبالتالي لم يتمكن من تحقيق أي تقدم لأن طلبات الجهات الخاطفة كبيرة، فهم يطالبون بمبالغ مالية وإطلاق سراح سجناء من سجن رومي، ولكن الحكومة ليست بوارد إطلاق سراح أحد من الإسلاميين لأنها منقسمة على ذاتها، إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن حزب الله والتيار الوطني الحر يرفضان عملية التبادل أو المقايضة. إلى ذلك لا معطيات أكيدة بعد حول توقيت وكيفية تسليم جثة الشهيد عباس مدلج، وهيئة العلماء لن تتدخل بسبب تعليقها الوساطة الذي سيستمر حتى ترى الحكومة أن تدخلها يساعد أو يحل المشكلة. ويبدو أن داعش لا تريد تسليم أي جثة حتى إنهاء الملف، لأنها تعتبر أن الجثة داخلة في التفاوض على العسكريين المخطوفين. وتفيد معلومات أخرى أن الجهات الخاطفة ما زالت تنتظر جواب الحكومة أن يصلها بشكل رسمي، أي عبر الموفد، وهي تعطي الجانب اللبناني مهلة حتى مساء الثلاثاء أو الأربعاء على أبعد حد. فاللجنة الوزارية ستجتمع الثلاثاء والاتصالات السرية مستمرة علها تصل إلى نتيجة.